رب العالمين يسخر ناس الطيبين. المهم بالليل تليفوني جاء من تلفزيون أبو ظبي، قالوا ديوان طلبوا تليفونك بكرة يكلموك، ديوان الرئاسة، ديوان الشيخ. وأنا متهيئ، كيفك شاعرنا، كيف صحتك، كيف أمورك، اسمعنا مريض. قلت له شو عندك هذا؟ قلت له المرض الخبيث. وشو صار؟ قلت له ناوي أسافر للسويد. السبب؟ قلت له أنا عندي جواز سويدي، وبعدين تأمين ما عندي، وطول علاجي طول سنة ونص تقريبا. قال عموما أنت مسيرتك نظيفة إنسانيا، وكشاعر نحبك، وقصائدك بكل بيت، واعتبر البيت بيتك وإحنا أهلك، وش تريد تختار، تعالج بتوام ولا بكليفلاند، وهنا أريد نعالجك. هذا كان بتوصية من الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه. ورا 10 أيام جاني تليفون أيضا، جتني الإقامة الذهبية من الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه. أنا بالكلام عجزت عن الكلام. تحية لشعب حي وقيادة حية. ايش أريد؟ اللهم زدني تواضع على محبة الناس. ضاقت علي كأنها تابوت، لكن ما يأبى الرجاء اليوم